يا مساء الخير، كيفكم؟ إن شاء الله كلكم تكونوا كويسين. أنا أمل. اليوم حامل معاكم طريقة الكيكة الدافية، كيكة كده مناسبة مع الأجواء والبرد اللي احنا فيه. هي كيكة كندر، فمرة حتعجبكم إن شاء الله. فنقول بسم الله. أول حاجة زي ما انتم شايفين حطيت 3 بيضات مع ملعقة كبيرة فانيلا. حقلبهم في البداية سوا، وبس كده يتجانسوا حأضيف كوب سكر أبيض وحقلب. المكونات كده تعرفوا اللي حطوا قلب حطوا قلب لين لما نخلص مكونات الكيكة. دحين ححط نص كوب حليب. أهم شي المكونات كلها تكون بدرجة حرارة الغرفة، ونص كوب زيت، وبرضو حأقلب. المكونات كمان ترى مكتوبة تحت في الديسكريبشن. ودحين جاء وقت المواد الجافة، حأنخل كوب وربع دقيق، وحأضيف عليهم ملعقة كبيرة بيكنج باودر، وبس حأنخلهم. وبعدين حأضيف ربع كوب كاكاو باودر مر، وبرضو حأنخله. وبعدين حأقلبهم ألين لما خلاص يعني أتأكد إنه الدقيق اختفى ما في أي تكتلات. وحوريكم كيف، شوفوا كيف وصلت هذا القوام خلاص. بس أخذ لك تقليبة بسباتيولا، أتأكد إنه كل حاجة تمام ومتجانسة. المهم ححطها على جنب، وحأجيب الصينية اللي حدخلها على الفرن. يفضل الصينية اللي تكون تحتها ستاند وتتحط عليها شمعة، عرفتوها الصواني هذيك؟ ايوه. فأنا استخدمت هذه الصينية الدائرية، دهنتها بزيت من كل مكان. أهم شي أتأكد إني مرة دهنتها مظبوط بالزيت. وبعدين كبيت فوقها الخليط، وحأدخلها على الفرن على درجة حرارة 170. تقريبا أخذت معايا نص ساعة. على بال ما تستوي الكيكة حأسوي الصوص عبارة عن آه علبة قشطة، معليش نسيت علبة قشطة، وربع كوب نستلة حليب مكثف ومحلى، وآخر حاجة ملعقة صغيرة مليانة كاكاو باودر مر. حأقلبهم أول شي على البارد، وقبل ما تستوي الكيكة بشوية حأحميها على النار، ححطها على النار عشان تدفى في وقت ما تخرج الكيكة. المهم دحين عندي أصابع الكندر، تقريبا 8 أصابع، كل صباع قسمته 3 خطوط طويلة، عرفتوا 3 أصابع. المهم زي ما انتم شايفين. وهذا هو الصوص، حميته وصار حار دحين عندي. خلاص جهزته، الكيكة خلاص جهزت. طلعتها من الفرن وهي حارة. حأبدأ أخرمها بأي عود عندكم، أفضل أخرمها لين لما يعني على قد ما أقدر أخرمها من كل مكان. وبعدين حأسقيها بكوب حليب بالشوكولاتة. وانتوا بتصبوا الحليب بالشوكولاتة حتلاقوه على طول تشربتها. أهم شي كله حار حار. وبعدين على طول حاصب عليها الصوص اللي سويته. أحس إني من كتر ما أنا بردانة بس بأخربط في الكلام، بس بالله مشولي هي ما في أعيد. وبعدين رصرصت فوقها أصابع الكندر. ماني عارفة أصلا كيف حيكون الشكل الأخير، هل هو حلو ولا لأ، بس أهم حاجة عندي السطح كله يتملأ بكندر، يعني كل لقمة تتاخد يكون فيها كندر، فهمتوا؟ وانتوا دحين وانتوا بترصصوها حتلاقوا الكندر بدأ يسيح لأنه كله كده حار على حار. فهذه الكيكة تتقدم وهي حارة. زي ما قلت لكم إذا عندكم صينية تحتها شمعة، فهي من الصواني اللي من الكيكات اللي تتحط على السخانات. وبس شايفين كيف منظرها؟ والله تجاهي. أصلا دحين تشوفوني وأنا أقطعها كده، الكيكة نفسها رطبة وكلها صوص. مرة لذيذة، والله والله مرة لذيذة كده، مسقية بالشوكولاتة في شوكولاتة. آه لا، لازم تجربوها في هذا الشتاء. فبس هذا هو الفيديو حقي لليوم، إن شاء الله يكون عجبكم، ولا تنسوا تلايكوا لي هو. وبس.